صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة حلو ومهم جدا. وفرت اكتر من 1000 جنيه وعملت السمنة والزبدة عشان رمضان. مليت البيت كله خير وبركة وببلاش. تعالى اقولك ازاي نعمل السمنة البلدي في البيت، وازاي تخزنيها من السنة للسنة، وتعملي الكمية اللي انت شايفاها قدامك دي واكتر منها ببلاش. ايه رأيك بقى في الجمال ده؟ ايوه، انا متعوده احوش القشطه بتاعت وش اللبن واعمل منها السمنه البلدي. معايا هنا كده كميه من القشطه، وزي ما قلتلك القشطه دي محوشاها من وش اللبن. بتجيبي اللبن كده بتغليه غلوه كويسه، وانت بتغليه قلبيه كده تقليبه كويسه علشان يطلع معاكي كميه قشطه حلوه. واول ما يبرد دخليه التلاجة، وتاني يوم هتلاقيه كده عمل ما شاء الله وش حلو كده. ابدأي شيليه كده بالمصفى، وفي علبة نظيفة ناشفة ابدأي حوشيها، وعلى الفريزر على طول اول باول حطيها في الفريزر. ما تحطيش علبة القشطة في التلاجة، شيليها كده على طول اول باول في الفريزر. واول ما تلاقي نفسك كده حوشتي كده كمية كويسة، يعني علبة كده كبيرة او علبتين، ابدأي بقى كده حوليهم لسمنة بلدي. تعالى اقولك بقى ازاي نحولهم للسمنة البلدي. بتنزلي بقى كده علبة القشطة او الكمية اللي انت حوشتيها، بتنزليها كده تحطيها على رف التلاجة. تطلعيها كده من بالليل ونزليها حطيها على رف التلاجة. تاني يوم الصبح ابدأي بقى كده اعمليها. هاتي كده حلة كبيرة او طبق كده بلاستيك كبير، ونزلي كده فضي فيه الكمية بتاعت القشطة بتاعتك كلها. بس اهم حاجة ان هي ما تكونش فكت خالص، ان هي تكون فيها نسبة كده سقعية كبيرة، تكون ساقعة كده على قد ما تقدري. زي ما انت شايفاني هنا، انا كانت القشطه مجمده، كانت لسه مجمده معايا. قعدت كده فككتها كده بالسكينه شويه، بسهلها بس كده على ايدي. فككتها زي ما انت شفتيني كده. ابتدي ان انا بقى اقلب فيها والف كده فيها مع التقليب، مع استمراريه التقليب واللف هتلاقيها هي بتفك تحت ايديكي. استمري كده في اللف وفي التقليب، هتلاقيها واحدة واحدة بتفك تحت ايدك بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. حبيت ان انا اوضح لك المراحل بتاعتها كلها. عايزه اقولك حوشي القشطه واعمليها وحوليها لسمنه بلدي، هتوفر عليكي كتير. الكيلو دلوقتي بحوالي 250 جنيه او اكتر كمان. فاحنا نجيب اللبن هنستفاد منه ان احنا هنشربه، وفي نفس الوقت هنستفاد منه كمان بالوش بتاعه ان احنا هنحوله لسمنه بلدي. استمري بقى كده زي ما قلتلك في اللف وفي التقليب، زي ما انت شايفاني بعمل كده. هتلاقيها واحدة واحدة بتلم كده معاكي، وهتبدأ ان هي تتحول للسمنة. بعد ما فكت خالص وسالت خالص زي ما انت شفتيها كده، هتبدأ بقى ان هي بدأت كده ان هي تخرز معايا بالشكل ده. هتبدأ بقى كده تفصل المية بتاعتها. ولو انت وصلتي لغاية هنا من الفيديو، ما تنسيش كده تشجعيني بلايك حلو منك واشتراك في القناة. تشجيعتك الحلوة دي بتفرحني جدا. زي ما قلتلك كده استمري في اللف وفي التقليب، هتلاقيها واحدة واحدة زي ما شفتي كده بدأت ان هي تفصل وتطلع المية بتاعتها. كده طلعت معايا كده الزبدة اهي، والفصلت بقى كده خالص. اللي طلع منها ده الخض بتاعها او المية بتاعتها. في الخطوة دي بقى كده جهزي بولة فيها مية ساقعة متلجة. وابدأي بقى كده كوريها، بس حاولي على قد ما تقدري نزلي منها اكبر كمية مية. اعصريها كده واتكي عليها كده وانت بتكوريها جامد، وطلعي منها كده اكبر كمية مية.
نزليها في المية المتلجة، برضو هتساعدك في ان انت تطلعي منها المية اللي فيها، وهتخليها كده تحت ايديكي متماسكة. خطواتها سهلة جدا وبسيطة، وما شاء الله النتيجة بتاعتها حلوة قوي. فتشجعي وحوشي كده القشطة وحوليها كده في البيت للسمنة. نحاول كده على قد ما نقدر في الغلا اللي احنا فيه دوت ان احنا نصنع كل حاجة ونعمل كل حاجة في البيت على قد ما نقدر. هنضمن ان الحاجة بتاعتنا مش مغشوشة، الحاجة بتاعتنا نظيفة، عاملينها بايدينا. طبعا احنا ضمنينها كويس ان الحاجة دي مضمونة كويس، مش مغشوشة زي بتاعت بره، ما فيهاش اي حاجة. فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نصنع ونعمل كل حاجة بايدينا في البيت. طبعا بقى شكليها زي ما تعجبي، زي ما يعجبك، يعني شكليها كور او مستطيلة بالشكل ده، او صوابع كده صغيرة، يعني بيقولوا عليها كده في البلد او الفلاحين بيقولوا عليها كده زر السمنة الصغير. شكليها زي ما تحبي. خلصت بقى كده الكمية بتاعتي كلها، افضي بقى كده في مصفى الخض اللي طلع معايا او المية اللي طلعت معايا دي، اصفيها كده بمصفى. هتلاقي برضو طلعت كده معاكي حتة زبدة كده كبيرة زي ما انت شايفة كده. طلعتها برضو كده، طلعت منها الكمية، طلعت منها قصدي المية اللي فيها كويس، وحطيتها على كرة من الكور. بصي بقى ما شاء الله المية اللي طلعت منها. طبعا دي ما بتترميش خالص، دي بيتعمل بيها احلى قرص فلاحي طرية. وان شاء الله بامر الله هبقى اعملها لكم كده في فيديو، نعمل بالمية اللي طلعت من السمنة البلدي دي او الخض ده، نعمل بيه شوية قرص فلاحي كده طرية حلوة. بصي ما شاء الله بقى الكمية اللي طلعت معايا. عايزة اقولك ان انا كان معايا حوالي من 3 ل 3.5 كده من القشطة. انا ما وزنتهاش بصراحة، ولكن نظريا يعني كده طلعت برضو تقريبا معايا حوالي 2.5 كيلو صافي كده من الزبدة، والخض بتاعها او المية كانت حوالي من نص لكيلو الا ربع. فما شاء الله طلعت معايا كمية كبيرة. نفضي بقى كده المية دي، نحطها كده في كيس ونربطه ونشيلها في الفريزر. ما تشيليهاش في التلاجة، لو شلتيها في التلاجة هتبوظ. حطها كده في كيس تاني وعلى الفريزر على طول. هنا بقى السمنة، لو انت عايزة تسيحيها كده في حلة، ورصي كده السمنة بتاعتك، رصي الزبدة فيها وعلى نار متوسطة، ارفعيها كده على نار متوسطة، واول ما تبدأ تسيح معاكي هدي النار عليها علشان ما تفرش معاكي، مع التقليب المستمر. واديلها كده نص معلقة من الملح. واول ما تبدأ كده تفصل وتعمل كده زي سمنة، والمرتة كده زي المرتة كده من تحت، هدي النار زي ما قلتلك عليها. واول ما المرتة تبدأ كده تاخد لون ذهبي معاكي، اعرفي ان كده السمنة استوت. انا بصراحة كنت هشيلها كده لان انا عندي سمنة في المطبخ، مش هسيح. فحابة بقى ان انت تشيليها زي كده، انت تشيليها كده في كيس بلاستيك كده نضيف ورصيها، او في اطباق زي كده اللي يعجبك. حاجة نظيفة وضمنينها مش مغشوشة، معاملينها بايدينا وزي الفل. يا رب تكونوا استفدتوا من الوصفة بتاعتنا. وعايزة اقول لكم صنعوا كل حاجة في البيت بايديكم كده، واملوا بيتكم خير وبركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.